معلقة واحدة تحطيها في المية وتنقعي فيها السمك، هيطلع معاكي احلى سمك من غير اي زفارة. حطي لايك وتابعي الفيديو واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه تجيبي معاكي سمك بلطي دوت. تجيبي يكون ظهره زي ما انا وريتك كده، يكون ظهره تخين كده، يطلع معاكي سمك يبقى ملحم كده وحلو. وتكون السمكية خياشيمها حمرا زي ما انا وريتك، تبقى صبحة. اول حاجة طبعا بفتح السمكة وانضفها من جوه، والسلسلة بتاعتها من جوه بالفرشة كده بنضفها عشان وتفتحيها عشان يبقى فيها دم. وامسك الخياشيم بقى بتاعتها دي اشيلها خالص. لو انت حابة تشيل الراس خالص شيليه، لو انت حابة تسيبيها زي ما انا سبتها كده تشيل الخياشيم من جوه وتبدأي تنضفيها كده وتغسليها. وكده تبقى جاهزة معاكي بقى على التتبيلة اللي انا اقولك عليها دلوقتي. كده خلصت كل السمك اللي معايا. المية بقى اللي انت هتحطي فيها السمك، هقولك هنحط فيها ايه. انت طبعا بتشطفي السمك شطفة كويسة، وشيلت الخياشيم زي ما انا قلتلك. هننقع مثلا السمك فيه حوالي ساعة عشان تشيل معاكي اي زفارة. وبعدين تبدأي تصفيه تاني وتشطفيه، وتحطي له بقى التتبيلة اللي هي توم، فلفل حامي او فلفل بارد، مع كمون مع ملح مع كزبرة. وتبدأي تحشي السمكية بتاعتك وتحطي عليها من بره برضو كده في التتبيلة، وتسيبيها حوالي ساعة. اقول لكم بقى المية نحط في قلبها ايه. هنعصر فيها ليمون، 5 ليمونات ولا حاجة او 4 ليمونات على حسب كمية المية اللي معاكي. الليمون طبعا اساسي في السمك، بيشيل الزفرة منه وبيديله ريحة كويسة. هنحط عليهم معلقتين كبار من الدقيق. الدقيق برضو بننقع فيه اي حاجة عايز تنقعيها بتحط فيها دقيق. هنحط معلقة كبيرة من البن، وهنحط معلقة كبيرة برضو كده من الملح. الحاجات دي بتشيل الزفارة جدا من السمك. هتسيبيها فيها حوالي ساعة زي ما انا قلتلك، وبعدين بعد كده تشطفيه وتبدأي بقى تحشيه بالحشوة اللي انت عايزاها. ممكن تدقلي توم مع فلفل مع فلفل حامي، وتعصري ليمون وتحطي كمون وملح وكزبرة. وتسيبهم برضو في التتبيلة ديت حوالي ساعة برضو قبل القلي. وبعدين تبدأي بقى تقليه في الدقيق، تحطيه في الدقيق وتقليه في الزيت عادي. وبألف هنا وشفا. جربوا طريقتي في نقع السمك، هتاكلي أحلى سمك بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.